اسكو تعرفوا صينية سماط القسنطيني اللي تجي متنوعة بالتحليات تاعها من بينها البلوزة، الطبيخ، كريمة الأناناس وكريمة الجوز، المشلوش، الرفيس، الفلون والشريك وغيرها. ومن بين هاد الوصفات حنشارك معاكم وصفة المحلبي. نحتاج فيه الأرز مرحي أو كريمة الأرز. أنا نستعمل هاد لامارك من بكري وهي الوحيدة اللي عطاتني القوام والبنة تاع المحلبي الأصلي. أنا هنا فقط نحب نصفيه ولا نصيره ونستعمل الأرطب فقط ويمدلكم قوام هايل. في طاوة نحط الحليب نفس الكيلان كيلو بها كلش. حنخلي لكم المقادير كامل مكتوبة بالتفصيل تحت الفيديو. نزيد عليه كريمة الأرز والسكر وما ورد مقطر، اللي ما عندوش يدير ما ورد عادي. نخلط كلش بارد في بارد مليح ونحطوه على النار تكون متوسطة مع التحريك المستمر ونلقوها بدات تعقد. أهم مرحلة هي هنا واللي بزاف ما يقولوها لكمش باه ينجح معاكم المحلبي. كي نشوفوه بدا يدير الفقاعات هادو ما نحبسوش الخلط، نخليوه يزيد يطيب فوق النار حوالي دقيقة إلى دقيقة ونص كيما قلت لكم على نار متوسطة مع التحريك المستمر. ونحيوه مباشرة، نصبوه في ليفيغين وخليوه يبرد خارج الثلاجة كي يحكم روحه. نحطوه في الثلاجة بالخصوص في فصل الصيف. ونزينوه. معروف المحلبي التزيين تاعو بالمكسرات والقرفة، ولكن كل واحد يزين على حساب مقدوره كيما مالفا نقول لكم. وهكا المحلبي تاعنا راه واجد للتقديم.